والنهارده نبدأ مع خطوة مهمة حصلت الأيام اللي فاتت في مجال الطاقة الجديدة، وهو إن تم توقيع عقد لإنشاء أول مجمع صناعي متكامل لإنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في منطقة العين السخنة باستثمارات بتوصل ل 200 مليون دولار. المشروع بيضم مصنعين بطاقة إنتاجية 4 جيجا وات على مساحة 200 ألف متر مربع، وهيتم على مرحلتين، وهيخلق فرص عمل لأكثر من 1800 فرصة عمل مباشرة، وكمان مستهدف يصدر منتجاته بقيمة 300 مليون دولار سنويا. وده معناه ان مصر مش بس هتستخدم الطاقة الشمسية، لا دي كمان هتصنعها بالكامل من اول خام السيليكون لحد المنتج النهائي. ودي خطوة قوية بتفتح ابواب كبيرة للصناعة والتصدير، وكمان لمجال الطاقة نفسه انه يبقى مجال شغال حقيقي في البلد. ومعانا دلوقتي مداخلة هاتفية مع دكتور جمال الأليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة. أهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. اهلا بيكي وتحياتي ليكي ولكل المشاهدين. دكتور جمال، مشروع مجمع الخلايا الشمسية الجديد في العين السخنة، هل شايف فعلا انه هيبقى نقلة حقيقية في ملف الطاقة المتجددة في مصر؟ خليني اقول لك هناك اليات كثيره يمكن الدوله خدتها خلال الفتره اللي فاتت، ويمكن احد الاليات اللي احنا بنتكلم عليها ان هناك خطه استراتيجيه لمزيج الطاقه للدوله المصريه منذ 2017، واحنا بنستهدف ان احنا نصل الى حوالي 42% من قدرات انتاج الكهرباء الى معدل حوالي 39,000 ميجا وات، منها حوالي 11,000 ميجا وات من الطاقة الشمسية، وبنستهدف 28,000 ميجا وات من طاقة الرياح لإنتاج الكهرباء. وبالتالي سوف تجدي أن دولة مصر لديها خطة واضحة، وهذه الخطة الواضحة اشتغلنا فيها مع كثير من الاستثمارات الأجنبية، اشتغلنا فيها أيضا على المستوى المحلي، وقدرنا نصل بالمستوى المحلي لقدرات عالية جدا. النهارده بنتكلم على حوالي إنتاجية داخل دولة مصر 7,000 ميجا وات من الطاقة المتجددة بمستويات تصل حوالي 18% من شبكة الكهرباء. وبالتالي نحن يعني في الأهداف القادمة هو السعي إلى جلب استثمارات أجنبية، ويمكن بحورة هذه الاستثمارات هو الذهاب إلى تصنيع ما يتم استيراده من خارج الدولة، ومن أهمها وحدات الطاقة الشمسية بتكنولوجيا التحول المباشر للكهرباء من خلال خلايا او السيليكون الكتروسيل. ودي من ضمن الخلايا الحديثه جدا، يمكن اللي برع فيها كل من الولايات المتحده الامريكيه، كوريا الجنوبيه واليابان وايضا الصين. وبالتالي يمكن كثير من هذه المشروعات او من هذه ايضا التكنولوجيا بتحتكرها بعض الدول، ولكن يمكن النهارده بنتكلم على احد اهم المشروعات لدى الدوله، وهو الحصول على هذا المنتج بداية في المرحلة الأولى بعملية تجميعه، ثم المرحلة الثانية سوف تذهب إلى الذهاب إلى المواد الأولية والمواد الخام لتجميعه كاملة محليا. وبالتالي ده عبارة عن انفتاحية جديدة لدى دولة مصر إلى الذهاب إلى تصنيع الألواح الشمسية وأيضا محصنات الخلايا الشمسية، بالإضافة إلى خلايا التحول المباشر لطاقة الكهرباء أو للكهرباء من الطاقة الشمسية المباشرة. وبالتالي أنا بقول إن هذه التكنولوجيا انتصار للصناعة المصرية في دخولها وإنشاء أول مجمع يمكن في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج الخلايا الإلكترو أو السيليكون إلكترو فولت. وده حاجة متقدمة بنسعى كدولة مصرية إنها تكون أحد آليات وركائز تصنيع الطاقة المتجددة في الفترة القادمة. طب هل المشروع ده هيقلل فعلا استيرادنا للمكونات وهيوفر عملة صعبة؟ وهل يا ترى هيوفر الكهرباء علينا في المرحلة الجاية؟ يعني مش هنستخدم الكهرباء مثلا يعني للأيام بقى وللسنين الجاية يا دكتور؟ لا، هو خليني أقول لك المشروع قدراته الاستثمارية حوالي 200 مليون دولار. المرحلة الأولى سوف يتم ضخ فيها حوالي 90 مليون دولار، بتعتمد على تجميع الألواح نفسها، وأيضا عملية إنشاء أو تصنيع
الألواح الشمسية مدعمة بالخلايا. المرحلة الثانية بتستهدف استثمار 110 مليون دولار، وديت هتكون تكوين أو الإنشاء الكامل لتصنيع الوحدة الشمسية كاملة، الويفر بلس الإنجوس نفسه. ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنستهدفها لدخول إما لمشروعات العاصمة الإدارية أو مشروعات المدن الجديدة، أو حتى الكثير من المدن اللي احنا بتسعى فيها كثير من الناس ان هي تحول جزء من العقارات او الجزء العقاري الى جزء استثماري يصلح لبناء مزارع شمسيه من خلال هذه الكومباوند او المناطق السكنيه الجديده. وبالتالي المشروع ده سوف يخدم شريحه كبيره جدا من هذه الخدمات، بالاضافه الى ان ده استراتيجيه الدولة، لأن احنا كما تعرفين ان كثير من الاستثمارات الأجنبية بتسعى إلى استيراد كل الألواح الشمسية وكل هذه التكنولوجيا إما من الصين وإما من اليابان وإما من كوريا الجنوبية. ده فعلا يا دكتور. وبالتالي احنا بنتكلم على توفير بحجم استثماري سنوي يصل إلى أكثر من 150 إلى 210 مليون دولار سنويا، إذا تم عملية تجميعها محليا وايضا عمليه تصنيعها محليا في خلال الثلاث سنوات القادمه. وبالتالي سوف يكون لدينا توفير كامل لجزء كبير من حوالي اكثر من 200 مليون دولار سوف يتم استيرادهم من خارج البلاد، سوف يتم توفيرهم محليا. ضيف عليها ايضا ان احنا في استراتيجيتنا كدوله احنا بنسعى من خلال دخول محطات الرياح ومحطات الطاقه الشمسيه في الفتره القادمه. يمكن الطاقه الشمسيه هي احد الاليات اللي الدوله بتعتمد على المشاريع بتاعتها، والقطاع الخاص والقطاع الاجنبي ايضا يسعى جاهدا انه في خلال 4 سنوات القادمه ده يكون لدينا 11000 ميجا وات من طاقه الشمس. وبالتالي كان لابد ان يكون لدينا تصنيع محلي، ان يكون لدينا ايضا وفره من التصنيع المحلي، وان يكون لدينا التكنولوجيا ايضا التي تساعد وبقوه على ان احنا نقدر نخش سباق التصنيع لهذه الالواح الشمسيه اللي بتعد سلعه احتكاريه للدول الكبار يعني. طب ايه نوع فرص الشغل اللي المشروع ده ممكن يفتحها خصوصا للشباب والمهندسين يا دكتور؟ سؤال جيد جدا. خليني اقول لك، يمكن انا بقول ان اولى خطوات الذهاب الى تصنيع هذه التكنولوجيا المتقدمه محليا هي نقطه الانطلاق في ان يكون هذه الافكار يتم الحصول عليها داخل مصر، وبالتالي تكون نواه لبناء مشروعات صغيره او متوسطه. هذه المشروعات قد تكون في ورشه محليه، قد تكون في مكان صغير. ما انا كنت لسه هسألك السؤال ده يا دكتور في سؤال تاني، بس القصه ان هو يعني هيفتح مجال الشغل لشركات صغيره او متوسطه تماما. وعايز اقول لك ان قد يكون مستقبليا في براند ممكن يكون تصنيع محلي مصري. هذا البراند قد يكون في يوم من الايام احد الادوات التي يتم تصديرها بجوده الى كثير من الدول من داخل مصر. وبالتالي بدايه دخول هذه التكنولوجيا انا بقول عليها هي بدايه نقل هذه التكنولوجيا والابداع فيها من خلال هذه المشروعات الصغيره التي سوف تجلب هذه الصناعه، وسوف تبدا من هذه النقطه في الابداع فيها ودخول لافكار حديثه جدا تستطيع ان تقدم تكنولوجيا محليه وايضا عالميه، ولكن بقيمه ماليه صغيره يعني. طيب انت شايف اللوحات الطاقه الشمسيه اللي هتبتدي تتصنع في مصر، هل يا ترى التارجت في البدايه على المصانع ولا على الشركات ولا على المساكن ولا على ايه بالظبط يا دكتور؟ بتستهدف جزء كبير جدا من المشروعات المتوسطه والكبيره. المتوسطه قد تكون كثير من المصانع في هذا التوقيت بتسعى ان يكون لديها خطط طوارئ. خطط الطوارئ هي المصانع بتعتمد على الاستخدام المباشر للغاز الطبيعي او الاستخدام المباشر ايضا للكهرباء، وبالتالي كان لابد ان يكون هناك نوع من كهرباء الطوارئ. هذه الكهرباء التي يمكن توليدها من خلال الواح شمسيه او من المزارع الشمسيه التي قد يتم بنائها على هذه المصانع، وبالتالي هي نواه الى ان تكون مزرعه شمسيه تنتج كهرباء للمصنع. وبالتالي سوف تكون هذا المنتج سوف يخاطب اما محطات كبيره عملاقه للمزارع الشمسيه او محطات متوسطه
يمكن بنائها داخل المصانع أو مشروعات صغيرة، وهي عملية استخدام الأسطح للمنازل أو للمساحات السكانية الكبيرة التي لديها نسبة سطوع شمسي عالي جدا، يمكن استغلالها في بناء هذه المزارع الشمسية التي تستطيع تصنيع الكهرباء من الشمس مباشرة إلى الاستهلاك. ويمكن أيضا دعم هذه المشروعات ببطاريات تخزين تصل إلى أكثر من 40 جيجا أو 20 جيجا، والتي يمكن أن تغذي مناطق سكنية كاملة، وأن تغذي أيضا مجموعة مصانع كاملة، إما من الإنتاج المباشر أو من التخزين في فترات تصل لحوالي 8 ساعات فأكثر. بشكرك دكتور كمال القليوبي على المداخلة المهمة دي. حقيقي قصة الطاقة الشمسية إن هي تبقى موجودة في مصر ده مشروع هيغير وهيقلب الموازين.